نخبة موجودة من منطقة الجبل. أنا نبي نوجه سؤال، الإخوة هذول إيش في إيديهم يقدروا يديروا؟ هذه الأولى. الثانية، أنا نسمع في الحديث أن فيه الموضوع مشكلة ما بين زوارة والزنتان. يا جماعة احنا يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. زوارة قاعدين في حياشهم، الزنتان يبعد عليهم 100 كيلو متر. يعني المشكلة أن فيه منطقة متعدية على منطقة ثانية، وجاية قاطعة المناطق بالكامل، وجاية لمنطقة أخرى. الله أكبر يا شيخ، الله أكبر. هذا الكلام اللي هنا، وهذا الموضوع اللي نحط في النصاب. أما مشكلة مليته وما صار في مليته هذا كله توظيف، لأن في بداية الموضوع تم تبليغ جميع الجهات بأن فيها أشخاص يعيثون في الأرض فساد، ودخلوا للمجمع الداخل وداروا مشاكل وقاطعين الطريق أكثر من مرة، والمنطقة الساحل بالكامل متأدية منهم. نفس الشيء الكلام هذا احنا عندنا في الزاوية صاير، في جنوب الزاوية المدة الماضية مشكلة يفرن والزنتان كانوا سببها انهم جايين للزاوية وخاشين لمعسكر، خاشين لمديرية غالي، واخذين سلاحهم واخذين سياراتهم. قبلها كان عندنا واحد من الزاوية جاي من الزاوية جاي لمجمع مليته، تم اختطافه ورفعوه للزنتان. المنطقة بالكامل متأذية من هالموضوع هذا. يا ناس شدوا صغاركم وشدوا أهلكم لأن طفح الكيل خلاص. والموضوع ليه احنا هذا الكلام اللي جاينا يا اخوتنا يا اهل الجبل، خذوا وضع الامور في نصابها. الان اللي ما يقولش كلمة حق يلام عليه. احنا الان في حد من الساحل مش اعتدى على حد من الزنتان؟ هناك سمعتوا بحد من الساحل دار، وحتى وان كان دار جميع الامور تعالج في اطار شخصي، كل فعل ينسب لشخصه ما ينسبش لمنطقه. لكن انا لما نشوف اعيان المنطقه بالكامل ينصر ولده حقه باطل، الكلام هذا ما يمشيش. معناها المنطقه بالكامل مساهمه في الموضوع هذا. امس تحلحل الموضوع وصار كل شيء يعني ماشي للحل، واهل زوار انغلبوا وجابوا الصغار وجابوا الدنيا، وبالرغم انهم ما همش مذنبين في الاول، لان لما شدوهم وجاي يعالج في شخص يعتدي على حرمة ناس ثانيين في مكان عام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معاه. أنت بأي حق تشد ستة من الناس وتحجزهم في مؤسسة تبع الدولة؟ من هو أنت؟ أنت بأي حق تجي لمؤسسة تبع الدولة وتبغى تحاسب فيها؟ جيب لي شن عندك من ميزانيات، شن دخلك، شن قداش أرباحك، وصافي أرباحك قداش، ومرتباتك قداش. من هو أنت؟ إحنا يا جماعة المنطقة الغربية، أنا أكلم فيكم عضو مؤتمر وطني وعن الزاوية وكمسؤول، ونقول الكلام هذا كمسؤول. إذا يتم الاعتداء على أي منطقة في الساحل إحنا حنوقف ضده بالكامل. الكلام هذا يجب أن يوضع على حد، وكل حد يحترم نفسه ويلزم حده ويقعبس في مكانه. كل حد يرجع لمكانه. هذا الكلام اللي بنقوله. ويا أخوتنا يا أهل الجبل نبوا منكم كلمة حق، لأن غدوة لما يختلط الحابل بالنابل تعرف الحق وين وتعرفوا علاش وشنو اللي صار وشنو اللي ما صارش. أراهم بالنسبة لأهل الزنتان مبلغينهم من الأسبوع الماضي إن فيه مشكلة بتقع، وحاولوا أنكم هالمحظور اللي بيصير حاولوا أنكم نتفادوه من الأول. وتم توصيل الصورة وبإجراءات وبمستندات وكل شيء كان واضح. أما يجي ثاني ويعتدي، وأمس بعد تحلحل المشكلة تنزل لي سرايا يعني حوالي 50 14 ونص ويقعدوا، وحلينا الموضوع ثاني واهلته، وكل حد يرجع لمكانه ويتم الاعتداء ويطيح الدم ويطيح الروح. على حساب من؟ ومن هو انت اللي بدي في الكلام هذا؟ وكلها تمتلك السلاح وكلها يعني عندها الجهد انها تدير اللي ما تدارش، لكن كل حد محترم نفسه في الساحل. ما نعتدوا على حد، ما نوصلوا في حد. او لامس لما صارت مشكله ما بيننا وبين اخوتنا في العجلات، ومشكلة محسوبة على أفراد، وتم حلحة الموضوع وتم الاتفاق بأن الناس هذه تطلع من المنطقة، وطلع ما قعدش عندنا عين. الكلام هذا نبوه يصير حتى اليوم. ما يقعدش واحد منهم في مجمع مليته، وهذا يقعد للدولة. استاذ